2025 كانت سنة مليانة بأنواع الأفلام المختلفة، أفلام تجارية ورعب وكوميدي ودرامي. فالنهاردة أنا هرتب أحسن 13 فيلم في السنة، أحسن 13 فيلم من وجهة نظري الشخصية تماما، وهتفهم الجملة دي أكتر خلال الفيديو. فيلا نبدأ. مبدئيا اشمعنى 13 بالذات؟ فأنت كده مش واخد بالك من اسم القناة. ثانيا الفيديو اتأخر شوية عشان دي فترة امتحانات في الجامعة عندي. ثالثا فدي قائمة طبيعية، يعني انت بنسبة كبيرة عارف معظم الأفلام اللي موجودة هنا، فاهمني؟ مش هتلاقي الفيلم البلغاري بتاع المخرج الصربي اللي مدته 4 ساعات ونص وبيتكلم عن معاناة الأسماك في وجود طعام في ظل بربرية البشر وتدمير الحياة المائية واتعرض في سينما زاوية فاهم؟ أنا مش عمر أبو المجد يعني. معانا فيلم نرويجي في الليستة بس مش بلغاري. رابعا اعمل لايك وسبسكرايب، معلش مش هتخسر حاجة بس هتفيدنا جدا. وهنبدأ بالقائمة الشرفية ومعانا 3 أفلام. نوفوكين، لو قاعد مع اصحابك وعايز فيلم يحل القعده، الفيلم ده هو طوق ناريتك. فيلم ممتع لاقصى حد ومحدش بيتكلم عنه، هو مش فيلم 10 من 10 لكنه زي ما قلت لك فيلم ممتع. رينج هير باك، فيلم انا عن نفسي ما حبيتهوش لكني ما اقدرش انكر مدى جودته واتقان عمله. فيلم معمول بشكل رائع لكن الدمويه اللي فيه فعلا هتخليني مستحيل افكر اني اشوفه مره تانية. والفيلم الثالث في القائمه الشرفيه ميتي 17، اداء روبرت باتنسون يستحق انه يتذكر في الفيديو حتى لو الفيلم نص نص. ودلوقتي يلا نبدا الليسته، ورقم 13 معانا هو فيلم حاسس نفسي مذيع قوي، توجذر. فيلم تاني للرعب الجسدي بعد ما شفنا ذا سابستنس في 2024، والحقيقه انا حبيت توجذر اكتر من ذا سابستنس لان توجذر مرعب اكتر وفي نفس الوقت اصلي وفريش جدا. ما افتكرش اني شفت فيلم بنفس القصه دي قبل كده، لو في حاجه شبهه يا ريت تقولوا لي. انا مش محب الافلام الرعب الجسدي ولكن قصه الفيلم ده فعلا تشد اي حد. وللي ما يعرفش قصته فبدون حرق، يعني بيتكلم عن قابل بينتقلوا للعيش في مدينه مختلفه وبيت مختلف كتجربه جديده، وفي نفس الوقت اللي علاقتهم متوتره فيه شويه بتتدخل قوه غريبه بتدمر كل حاجه هم مخططين ليها. القوه دي بتخلي جلدهم شبه المغناطيس كده بيلزقوا في بعض. بس كده. في كام مشهد فعلا خلوني اغطي عيني وانا بتفرج، فهي ما كانتش اكتر تجربه مريحه في الدنيا، ولكن ده ما قللش من مدى اهتمامي بالقصه الفريده من نوعها. فلو انت بتحب افلام الرعب وخصوصا الرعب الجسدي فالفيلم ده ليك. خش في رقم 12 معانا وهو ايدنتون. انا مؤخرا بقيت احب الافلام اللي الامريكان بقوا بيعملوها عن سياساتهم، بحب لما يعروا نفسهم قدام العالم ويوروا قد ايه هم بهايم ومنفصلين وفاضل لهم تكه وتقوم حرب اهليه. قصه الفيلم ببساطه هو ضابط او شيرف يعني في عداوه بينه وبين عمده المدينه اللي اسمها ايدنتون في نيو مكسيكو. فبيقرر الشيرف ده انه يرشح نفسه للانتخابات قصاد عمده المدينه ده، والقصه بتدور في سنه 2020 يعني سنه الكورونا. اداء واكين فينيكس عالمي في الفيلم ده، الراجل ده عموما قليل لما بيخيش يعني. والنهايه كانت مجنونه، كنت متوقع ان هيكون في شويه جنان في الفيلم عشان ده اري استر يعني، بس ما توقعتش الجنان للدرجه دي، اللي هو يا ابن المجنونه خلاص كده، ايه ده ايه ده, إيه ده؟ يا ابن المجنونه خلاص كده الفيلم الله لا 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 يا ابن المجنونه. حرفيا ده كان رياكشني طول تسلسل النهايه. فلو بتحب الافلام السياسيه وبتحب نوعيه افلام اري استر بالتحديد فالفيلم ده اكيد ليك. رقم 11 معانا هو ويبنز. مش افضل فيلم رعب في الدنيا ولكنه بكل تاكيد فيلم حلو جدا، يعني انا ما افتكرش اني خفت خلال الفيلم غير مرتين مثلا، لكن القصه وطريقه سرد القصه والاخراج حاجه فوق الجامده بشويه، وفي حبه مشاهد وافيهات فعلا خلوني اضحك بصوت يعني، وده مش دايما بيكون موجود في افلام الرعب اللي بتكون معتمده على السوداويه اكتر. وقصه الفيلم باختصار ان في ليله كده طلاب فصل دراسي بالكامل ما عدا طالب واحد بيصحوا من سرايرهم وبينزلوا الشارع يجروا لحد ما يختفوا وما بيرجعوش تاني. فيا ترى ايه السبب؟ فعلا فيلم حلو ويستحق المشاهده بس ما تستناش منه رعب رعب يعني. نخش في التوب 10 بقى، ورقم 10 هو فيلم نو اذر تشويس. انا بحب الكوريين يا جماعه. الناس دول رايقين ومتخلفين في نفس الوقت، بيعملوا افكار لافلام فعلا ما تخطرش على بالك. حرفيا فيلم بيطبق الافيه بتاع محمد الشناوي افضل حارس مرمى في العالم في حاله وفاه كل حراس المرمى في العالم، بس في سوق العمل بقى. اللي شاف الفيلم هيفهم قصدي. وقصته بدون حرق بيتكلم عن اب ورب اسره بيتفصل من شغله وبيتم اهانته من سوق العمل، فبيلاقي ان الحل الوحيد انه يلاقي شغل ويقدر يصرف على عيلته هو ان يلجا للعنف، لانه حرفيا هاف نو اذر تشويس. الموسيقى اللي في النهايه كانت فعلا من اكتر الحاجات اللي مش هنساها من الفيلم ده، فكرتني بموسيقى جيم اوف ثرونز شويه. والفيلم بشكل عام مش هتقل حاجه يعني، اللي هو نفس مخرج اولد بوي بس ما تقلقش مش صادم زي اولد بوي، بالعكس فيلم اخف بكتير وفي مشاهد خلتني اضحك كمان. فلو بتحب الاعمال الكوريه لازم تشوفه اكيد. ورقم 9 في الليسته هو الفيلم النرويجي سنتيمنتال فاليو. فيلم من الصعب ان اشرحه، فيلم بيخليك تحس بخليط من المشاعر، من الصعب ان حاجه واحده تخليك تحس بالميكس ده مع بعض، مشاعر سعاده وحزن واشمئزاز والفه وحاجات تانية كتير. قصته ببساطه بتتكلم عن اختين اسمهم نورا وارنس بيقابلوا ابوهم اللي شغال مخرج سينمائي، بيعرض على نورا بطوله فيلمه الجديد اللي بيعتبره فيلم عودته، ولكن نورا بترفض فبيضطر يدي الدور لممثله امريكيه شابه. السينماتوجرافي في الفيلم ده فعلا فوق الوصف، حاجه من اروع ما يكون. واداء ستالين سكارسجارد يعني بعيدا عن ادائه في الخلفه، يعني الراجل ده ما شاء الله عليه مخلف الكسندر سكارسجارد وجوستاف سكارسجارد وبيل سكارسجارد، اللي هو ما شاء الله يعني ده عبد الغفور البرعي كان نفسه في ابن واحد بس يكمل مسيرته، وده ممثل خلف 3 من احسن ممثلين جيلهم. فالراجل ده بحسه في مقام ابويا كده، اللي هو كانك بتتفرج على ابوك وهو بيمثل، فاهمني؟ المهم نرجع للفيلم، فده حرفيا واحد من افضل الاداءات في السنه وهو سايب ايده. وريناتي رينسيف ادائها من الافضل في السنه، وايل فانينج حقيقي ممثله موهوبه.
والمشهد الافتتاحي والمشهد الختامي من اجمل ما يكون. فلازم تشوفه لو عايز فيلم بيتكلم عن العلاقات الاسريه وفي نفس الوقت يكون بيتكلم عن صناعه الافلام، ولو مش عايز فده برضو فيلم لازم يتشاف يعني. رقم 8 معانا هو ذا لونج ووك، قصه تانية مثيره للاهتمام. من وقت ما شفت التريلر بتاعه وانا مستني الفيلم على نار يعني. كان هو وفيلم هيم من اكتر الافلام اللي انا مستنيهم السنه دي. بس فيلم هيم ممكن يبقى يتحط في فيديو اسوأ افلام 2025 اللي انا مش هعمله. فقصه الفيلم بتدور في عالم ديستوبي لما امريكا بتكون دوله ديكتاتوريه مع مواطنيها، فبيضطر 50 مراهق انهم يشاركوا في ماراثون بيقام سنويا بتضطر فيه انك يا اما تمشي يا اما تتقتل، عشان في النهايه يتبقى فايز واحد وده بيكون حرفيا كسب اليا نصيب. التمثيل من تقريبا كل الشباب اللي في الفيلم فعلا من افضل ما يكون، محدش عمل دوره بشكل سيء، ولو في فلا يحضرني دلوقتي بصراحه يعني. فدي حاجه كويسه ان انا فاكر ان كلهم كانوا كويسين. وستيفن كينج ده راجل مجنون والله. انا مش قارئ مثالي للروايات، ولكن كميه القصص اللي الراجل ده كتبها اعتقد اننا لو قعدنا 100 سنه كمان بنعمل في اعماله مش هنخلصها. ما حسيتش بلحظه ملل واحده خلال الفيلم، وكان فعلا معمول بحرفيه شديده. انا ما اعرفش الروايه لكن اعتقد انه تم اقتباسها بافضل طريقه ممكنه، لاني مش متخيل الفيلم ده كان ممكن يتعمل بشكل افضل من كده. فده فيلم هيعجبك مهما كان ذوقك في الافلام. نخش في رقم 7 وهو فيلم جيليرمو ديل تورو الجديد فرانكشتاين. ميا روث جميله قوي يا جماعه. اسف. المهم الفيلم على المستوى البصري من اجمل ما يكون، حتى لو في بعض الديفوهات في السي جي اي، لكن تركيبه الفريمات فعلا جميله. اداء اوسكار ايزاك جميل، على قد ما انا بحبه على قد ما كرهته في الفيلم على قد ما حبيته في النهايه تاني. اداء ميا روث كويس. اداء جيكوب الوردي في فرانكشتاين الحقيقه عجبني، ما حسيتش اني متضايق منه خالص. وطبعا قصه الفيلم هي قصه الوحش فرانكشتاين المعروفه، اللي عباره عن ان في عالم عبقري ومجنون في نفس الوقت اسمه فيكتور فرانكشتاين بيصنع كائن غريب في تجربه وحشيه بتؤدي لعواقب وخيمه بعدين. طريقه السرد مسرحيه شويه لكنها مضايقتنيش يعني، لاني حسيت ان الفيلم كله على بعضه واخد نفسه بشكل مسرحي، فبدات اتغيب مع الاسلوب ده وما بقتش متضايق حتى لو شفت حاجه مبالغ فيها هنا او هنا بعديها، لان بفكر نفسي اني كاني بتفرج على مسرحيه سينمائيه، وفيلم كان فعلا محتاج يتشاف في السينما، وتجربه ما تتفوتش لو لسه ما شفتوش فيا بختك. بعدين عندنا رقم 6 بودونيا. يورجوس لانثيموس يعود من جديد بواحد من اكتر افلامه عقلا، ورغم كده فقد يكون اكتر فيلم جنان في الليسته كلها. اداء تمثيلي خرافي من جيسي بليمنز، فعلا خرافي مش ببالغ. واحد من افضل الاداءات في السنه. معرفش الراجل ده ليه ما بياخدش التقدير الكافي على الرغم من انه واحد من افضل الممثلين في العالم حاليا. ايما ستون كعادتها عايشه بفورمه افضل ممثله في العالم، النسخه النسائيه من ميسي في التمثيل. فعلا مش فاكر لها دور اقول عليه وحش، ودورها هنا بكل تاكيد دور فشيخ يعني، مش افضل دور ليها ولكنه يستحق الذكر. والشاب الثالث اللي كان معاهم اسمه ايدن ديلبس، تمثيله ما يقلش حاجه عنهم، عمل دوره باتقان عالي لدرجه ان اتفاجئت انه ابعد ما يكون عن الدور ده في الحقيقه. قصه الفيلم باختصار هي عن شابين مهووسين بنظريات المؤامره بيخطفوا رئيسه شركه كبيره اعتقادا منهم انها مخلوق فضائي ومبعوث عشان يدمر الارض. مش بهزر يعني. والنهايه يا جماعه، النهايه بتوديك وتجيبك وتوديك وتجيبك لدرجه انك بتبقى فاتح بقك في مشهد النهايه وانت مش فاهم احنا ازاي وصلنا لحد هنا اصلا يعني. فلا حقيقي فيلم يستحق، والموسيقى التصويريه كانت ايبك بشكل ملحوظ، فعلا ما قدرتش انساها. المهم نخش في التوب 5، ورقم 5 معانا هو F1 ذا موفي، الفيلم اللي مصروف عليه ومتربي وابن ناس وجايب لنا نجم كبير بحجم براد بيت. جمله نجم كبير بحجم براد بيت دي صعبه قوي على كميه الباقات اللي موجوده فيها. المهم ان هم طلعوا لنا واحد من افضل افلام السنه ومن افضل الافلام الرياضيه بشكل عام، لاننا نعتبر ان الفورمولا 1 دي رياضه، فهو فيلم رياضي. وقصه الفيلم بسيطه جدا، بتحكي عن واحد من اساطير السباقات بيرجع من الاعتزال عشان يقود فريق فورمولا 1 ويوجه سائق شاب للطريق الصحيح، وفي نفس الوقت يطارد فرصه جديده للمجد. سباقات اخراجيه متقنه بشكل 10/10. تمثيل براد بيت يعني انا بحب الراجل ده قوي، كل ادواره بحبه فيها، مهما عمل بحب اتفرج عليه، حرفيا تعريف الاورا. وتسلسل النهايه يا جماعه، تسلسل النهايه انا بعرف اللي انا شفته ده يستحق ولا لا لما بيخليني اشعر. تسلسل النهايه ده خلاني اشعر مش اقل من 5 مرات مثلا. وبيتقال ان الفيلم ده فيه شبه كبير من توب جان مافريك، بس انا ما شفتش توب جان مافريك فما اعرفش بصراحه. المهم رقم 4 في الليسته هو اكيد فيلم بول توماس اندرسون الجديد وان باتل افتر انذر. يعني تجربه جديده بس كده، استمتعت بكل لحظه في الفيلم ده، مفيش لحظه ملل. ولسه كنت بقول لك في ايدنتين اني حابب موجه الافلام السياسيه الامريكيه الجديده عشان توريك قد ايه هم زباله. وقصه الفيلم ببساطه هي عن مجموعه من الثوار بيتجمعوا تاني بعد 16 سنه عشان ينقذوا بنت واحد منهم اتخطفت، بس كده. كل فيلم ليوناردو دي كابريو بكتشف اكتر قد ايه الراجل ده فعلا دمه خفيف ويقدر يعمل افلام كوميدي وهو سايب ايده. اداء شون بين واحد من الافضل في السنه برضه، وكرهته خلال الفيلم باكتر شكل عبثي في الدنيا. بينيسيو ديل تورو فشخني ضحك في كذا مشهد، واخراجيا في اندرسون ما اثرش نهائيا، فهي تجربه لازم تجربها لو لسه ما شفتوش. نخش في التوب 3 بقى، وصاحب الميداليه البرونزيه معانا هو وورفير. انا عارف ان ده اختيار غريب شويه، تقريبا ما حدش بيتكلم عن الفيلم ده اصلا، وحتى احنا كعرب المفروض نكره الفيلم ده لانه فيلم من الافلام الامريكيه اللي بتتكلم على حرب العراق. وانا لازم اوضح ده في البدايه، فيلم بيتكلم عن معاناه الجنود الامريكان وهم بيحتلوا العراق. تمام يعني بروباجندا على الفاضي، وهو المفروض انه قصه حقيقيه ومن اخراج أليكس جارلاند مخرج فيلم سيفل وور. ولكن لو بصيت للفيلم ده بشكل تقني فالفيلم ده خرافي يا جماعه.
الفيلم معمول بشكل متقن بطريقه مخيفه لدرجه تحسسك انه فيلم وثائقي مش فيلم تمثيلي. التمثيل خلال الفيلم كله كان رائع، حتى لو انت عارف ان في مبالغات عشان يخلي الجنود الامريكان يصعبوا عليك. انا ما صعبوش عليا، بس الطريقه اللي هم عاملينها بيها فعلا فشيخه يعني. فزي ما قلت لك الحرفيه والاتقان في عمل الفيلم من تمثيل لاخراج لسينماتوجرافي لكل حاجه هتحسسك انك بتتفرج على حاجه مختلفه، حتى التجربه الصوتيه. نخش في صاحب الميداليه الفضيه معانا وهو سينرز. انا مش هتكلم كتير. المشهد الايقوني اللي كل الناس بتتكلم عنه من ساعه عرض الفيلم، انا ما افتكرش اني قبل كده شفت حاجه حسستني بغيره من صناعها، غيره من مدى عبقريته وابداعه في صنع حاجه بهذا الجمال. انا حسيت الاحساس ده لاول مره تجاه كودلر وانا بشوف المشهد ده. حسيت اللي هو انا كان نفسي اكون انا صاحب الابداع ده، عشان انا متاكد ان لو عملت حاجه بالجمال ده همشي الطش في الناس والله. الفيلم لو كله ما فيهوش غير المشهد ده فكان برضه هيكون المركز الثاني في افضل افلام السنه، غير اداء مايكل بي جوردن اللي اعتقد ان ده افضل اداء في حياته، ومايلز كيتن اللي ده اول دور له في حياته، وعمر بنسون ميلر، واكيد ديلروي ليندو. ده غير بقى الميكس بين الموسيقى والرعب والدراما وجو افلام السود اللي انا برضه حابب الموجه بتاعتها، ومش متضايق نهائي من جو ان السود في امريكا بقوا شلل بيعملوا افلامهم سوا، لانهم فعلا بيعملوا افلام مميزه ومختلفه زي افلام كودلر وزي افلام جوردان بيل. حاجه شبه الموسيقى كده، لما مترو بومين يجيب ترافيس سكوت وكارتي وفيوتشر وايسا بروكي وكندريك اكيد هيعملوا تحفه فنيه زي وي دونت تراست يو. قصه سينرز ببساطه هي عن توأم بيحاولوا يبداوا حياه جديده، فبيرجعوا لموطنهم الاصلي ولكن بيتفاجئوا ان في شر مستنيهم هناك. وصدقني انت لو ما حبيتش الفيلم ده فده معناه انك ما بتحبش الافلام اصلا. ودلوقتي ننتقل لافضل فيلم في السنه من وجهه نظري الشخصيه البحته، طبعا الفيلم الغني عن التعريف، احمد واحمد. بهزر اسف خلاص. وهو فيلم ترين دريمز. انا عارف مفيش حد تقريبا هيختار ترين دريمز في المركز الاول، هو شبه اختيار احمد واحمد فعلا، ولكن ده اختيار شخصي جدا. هنا انا مش بتكلم على اراء الناس والنقاد ونفصص الفيلم وكده، لا 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 لا، انا بقول لك ان ده اكتر فيلم انا حسيت بتواصل معاه. احساس الفقد او الفقدان يعني عشان محدش يفهمها بالانجليزي، الاحساس ده انا قدرت افهمه بشكل كبير. فكره انك تفهم الحياه بابسط قصه في الدنيا. وقصه الفيلم هي عن واحد شغال في قطع الاشجار في بدايه القرن العشرين في امريكا، وكان كل امل حياته انه يعيش في سلام مع عيلته، ولكن مش دايما الدنيا بتمشي زي ما احنا حابين. والفيلم ده قصه حقيقيه. الفيلم ده خلاني اعيط يا جماعه. وانا عارف ان دي يعني حاجه مش سهل ان الراجل يعترف بيها، بس انا في حياتي كلها في الافلام اللي ممكن تكون خلتني اعيط هي افلام تتعدى على صوابع الايد الواحده. فان يجي فيلم يخليني اوصل للمرحله دي اكيد انا هحطه في خانه افضل فيلم في السنه. ده غير انه الفيلم البصري الافضل في السنه برضه من وجهه نظري. الفيلم كله لوح فنيه، ما فيهوش لقطه واحده مش عظيمه بصريا. حرفيا ممكن توقف الفيلم على اي فريم فيه وتطبعه وتعلقه عندك في الاوضه، ودي مش مبالغه. وتمثيل جول إدجرتون كان رائع 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 فوق الوصف، اتمنى انه يكسب الاوسكار عليه. فيلم عباره عن قصيده مكتوبه بحرفيه شديده، سواء قصيده قصصيه او قصيده بصريه زي ما قلت لك، وحتى نهايته واحده من اجمل النهايات في السنه. فبس، وزي ما قلت لك ده رايي انا، انت غالبا مستحيل هتلاقي حد تاني هيقول لك ان ترين دريمز هو افضل فيلم في السنه اصلا. وبس هي دي القائمه بتاعتي من افلام الرعب الافلام الدراميه وما بينهم يعني. فقول لي انت ايه رايك، متفق معايا او مختلف، وحابب اعرف افلامك المفضله في 2025 في الكومنتس. ولو حابب تعرف افضل 13 نهايه في تاريخ السينما من وجهه نظري شوف الفيديو ده، ولو عجبك الفيديو تقدر تعمل لايك، ولو حابب تسمعني تاني اعمل سبسكرايب، والسلام عليكم.